مرحبا بكم في عالم النكهات الذهبية. اليوم سنصنع سويا آيس كريم البندق الذهبي، وصفة فاخرة ستنال إعجاب الجميع. تابعونا. أولا، لنستعرض المكونات الأساسية. نحتاج إلى 3 أكواب من كريمة الخفق الثقيلة، كوب ونصف من الحليب كامل الدسم، 3/4 الكوب من السكر، رشة ملح صغيرة، وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية. والآن لمكونات نكهة البندق الذهبية. سنحتاج كوبا من البندق المحمص والمفروم خشنا، نصف كوب من النوتيل الغنية، وربع كوب من شراب الكراميل الذهبي اللذيذ. الخطوة الأولى: تحضير القاعدة الكريمية. في قدر متوسط نخلط 3 أكواب من كريمة الخفق، كوب ونصف من الحليب، 3/4 الكوب من السكر، ورشة ملح. نسخن المزيج على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماما، لكن يجب أن ننتبه لعدم الغليان. ثم نرفعه عن النار ونضيف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. الآن نغطي القدر ونضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، والأفضل طوال الليل. هذا يساعد على تبريد القاعدة وتطور النكهات. الخطوة التالية: تجهيز البندق الذهبي. نحمص كوبا من البندق في مقلاة جافة على نار متوسطة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يصبح ذهبيا وتفوح رائحته. في وعاء صغير نخلط البندق المفروم خشنا مع نصف كوب من النوتيلا وربع كوب من شراب الكراميل. هذا المزيج يعطينا معجون البندق الذهبي اللذيذ. الآن لخفق الآيس كريم. نسكب قاعدة الآيس كريم المبردة في صانعة الآيس كريم ونتبع تعليمات الشركة المصنعة. عندما يصبح الآيس كريم جاهزا، نضيف معجون البندق الذهبي ببطء أثناء الخفق، مع التأكد من توزيعه بالتساوي. ننقل الآيس كريم إلى وعاء آمن للتجميد ونغطيه بورق زبدة لمنع تكون بلورات الثلج. ثم نضعه في الفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل، والأفضل طوال الليل. حان وقت التقديم. نترك الآيس كريم لمدة 5 إلى 10 دقائق لتليينه قليلا، ثم نقدمه في أطباق أو مخاريط نزينه بالبندق المفروم أو رقائق الذهب أو صلصة الشوكولاتة. استمتعوا بآيس كريم البندق الذهبي اللذيذ. نتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم وتشاركوها مع أصدقائكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الوصفات الرائعة.